ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هقول لكم على وصفه حلوه قوي بتدي ترطيب للجسم، وكمان بتديكي ريحه حلوه بعد كل استحمام، وكمان هتدي جلو للجسم حلو قوي. ايه هي بقى الوصفه دي؟ هنجيب زيت الاطفال. بصوا انا كنت جبت زيت جونسون من محل مستحضرات تجميل. ما لقيتش نونو، بس زيت نونو هتلاقيه في الصيدليه ان شاء الله. هو انا في اليوم ده ما لقيتش، يعني ما لقيتش زيت نونو خالص، بس ان شاء الله يعني هتلاقيه متوفر. على فكره الاتنين زي بعض، يعني جونسون زي نونو بالظبط. هنجيب بقى مسك الرمان. ده حلو قوي، ريحته قمر يا بنات، جميل جدا. وفي روايح تانية لو انت عايزة اي روايح تانية في موجود، بس مسك الرمان ريحته حلوة قوي. يعني ما تبصيش لاسمه ان هو الرمان ان ريحته رمان، لا بالعكس ريحته جميلة جدا. هنحط بقى هنفتح بقى الزيت، ونحط بقى المسك الرمان في الازازة. هنفضيها كلها في الازازة بتاعتنا بالشكل ده. انا عايزه اقول لكم ان اي زيت للاطفال بيدي ترطيب عميق جدا للبشره، وبيبقى غني بفيتامين اي، وكمان بيبقى فيه زيوت طبيعيه بترطب البشره بعمق، بس طبعا ده بنحطه على الجسم بس. كمان بيبقى سهل الامتصاص، مش هيديكي ملمس دهني ولا اي اثر دهني خالص، ومناسب لكل انواع البشره، حتى البشره الحساسه تقدري تستعمليه من غير خوف خالص على بشرتك. طبعا الوصفة دي حلوة قوي للبنات، وكمان لو انت مقبلة على الزواج حلوة قوي، هتديكي ريحة حلوة بعد كل استحمام. خلاص انا فضيت مسك الرمان. لو انت مش عايزة تحطي جليتر، بس ما اعتقدش يعني فيش بنات ما بتحبوش يعني، هتستعمليه كده. يعني اي روايح ريحة هتحطيها، خصوصا مسك الرمان ده هتحطيه بعد الاستحمام، هتديكي الريحة القمر دي. طيب هنعمل ايه بقى عشان يديكي بقى كمان جلو للجسم وشكل حلو؟ هنحط جليتر، اي بالت بقى عندك فيها جليتر. طبعا بقى بما ان هو لونه بينك، فانا هحط اللون البينك عشان يبقى في تناسق. يعني طبعا انت حطي، لو انت بقى هتحطي مثلا الابيض اللي هو مسك اللي بالعود، هتحطي بقى اي لون يعجبك يعني. فانا ايه، هفتح بقى الباليت ديت واحط منها ايه الجليتر اللي هو البينك. بصوا انا حطيت في الاول حبة كده صغيرين وجربتها، لقيته ايه اللمعة بتاعته مش قوي، فانا بعدها كملتها كلها. يعني شايفين المربع الصغير ده؟ انا حطيته كله في الازازة، عشان ايه يديكي بقى ايه الجلو اللي انت عايزاه. فانا ايه بفضيه بقى بالشكل ده. لازم يا بنات نهتم بريحتنا، دي اهم حاجة، دي الف ب بنت، لازم تخلي بالك من ريحتك. انا عايزة احكي على موقف يعني كان حصل معايا يعني. انا كنت بسلم على واحدة، فلما قربت منها سوري، يعني الريحة ما كانتش حلوة خالص. فلازم تخلي بالك من ريحتك لنفسك اولا، ولما حد يسلم عليك طبعا ما بقولش نحط برفان واحنا خارجين، لا لازم من يعني ايه على الجسم، فاهميني طبعا؟ يعني لازم تحطي اي حاجة طبعا يعني طبعا ده بيدي الريحة حلوة وكده، بس انت لازم تحطي ديودرانت والحاجات دي اللي هي مزيل للعرق وكده. طبعا بتختاري الحاجات اللي هي المناسبة ليكي، بس ده حقيقي جميل جدا. انا جربته قبل كده كتير، اللي هو زيت الاطفال ده حقيقي بيدي ترطيب عميق جدا للجسم، وريحة حلوة قوي، اللي هو عارفة بقى ريحة قمر رايحة، ريحة قمر جاي. بصوا انا بوريكم وانا حطيته. طبعا والله الكاميرا مش موضحة قوي الجلو اللي بيديه للجسم واللمعة، وبعد كده جسمك بيمتص الزيت، يعني مش بيديكي ملمس دهني ولا حاجة، وبيفضل بقى الجلو بقى، فاهمة؟ فبيبقى شكله حلو، يفضل الجلو والريحة. طبعا احنا اهم حاجة عندنا ان لازم تبقى جسمنا ريحته حلوة. طبعا انا هجربه لكم على الايد التانية، الكاميرا ظالمة بصراحة. المنظر حلو جدا، الجليتر بيدي شكل حلو.
وبكده يكون الفيديو خلص. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا له لايك وتشتركوا في القناة لو ما انتوش مشتركين، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.